السلام عليكم. بمناسبة ارتفاع أسعار اللحوم اللي كلنا حاسين ومتأثرين بيه، هنعمل النهاردة كفتة تشهي جدا من نص كيلو لحمة. هتكفي معانا من 6 ل7 أشخاص، يعني كمية كبيرة، بإضافة مكون مش هيأثر ولا يغير في طعم الكفتة بتاعتنا. بالعكس خالص، طعمها روعة وطرية جدا زي ما انتم شايفين كده في الفيديو شكلها، ولو جربتوها ودقتوا الطعم بتاعها فعلا يشهي جدا. يلا بينا ندخل على الطريقه بتاعتنا على طول، بس ارجو منكم لو عجبكم الطريقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش لايك الفيديو. اول مكون معانا اللي هو البرغل، وده عامل اساسي في زياده الكميه وكمان طراوتها. معايا نص كوبايه من البرغل المنقوع 20 دقيقه في ميه دافيه ومتصفي كويس قوي، وكمان بنزل عليه بصلايه مفرومه ناعم، بصلايه كبيره، ومعلقتين كبار من الدهن. دي كانت لية خروف وانا طحنتها كده او نعمتها في الكبه، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود وقرفه وبابريكا وبهارات لحمه. هاخد المكونات بتاعتي دي كلها، لازم ادعكها كويس قوي بايديا يا اما احطها في الكبه براحتك، بس انا عملتها بايدي. خليتها ناعمه قوي مع بعضها وكل حاجه متجانسه. في مكون اخير معانا اللي هو بيكنج باودر، حطيت كده معلقه صغيره طبعا عشان يحافظ على ان الكفته بتاعتنا ما تكشش. وبعدين نزلت بنص كيلو من اللحمه ودعكتهم كده كلهم مع بعض لغايه ما تجانسوا. بعد ما ريحت الكفته تقريبا كده نص ساعه، طبعا لو في الصيف بنحطها في التلاجة، انا احنا في الشتاء بنسيبها بره مفيش مشكله. الميه اللي معايا دي ميه البصل اللي انا كنت فرماها وحطاها في الكفته، دي الميه بتاعتها اللي انا صفيتها. وحطيت معلقه صلصه كده صغيره، وكمان معلقه زيت ورشه فلفل اسود. هجيب كده اي حاجه ان انا اشكل عليها الكفته. انا كده دي العصايه بتاعت الشيش طاووق، حطيت 2 مع بعض، وبعدين باخد قطعه كده وادعكها شويه في ايديا عشان تكون متماسكه ومتجانسه مع بعضها. وببل الشيش بالدهان اللي معايا ده عشان تبقى سهله ان هي تخرج معايا بكل سهوله، واضغط عليها واسويها كويس قوي، ما اسيبش فيها اي فتحه من فوق او من تحت او من الجوانب عشان ما تفتحش خالص معايا. عجينه طريه ملسه، سهله جدا في التشكيل، ما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين. ببل ايديا كده على العصيان بتاعه الشيش او من بره كده، بتساعدني ان هي تدي شكل املس كده وكويس. شايفين الموضوع سهل كده وبسيط في التشكيل. طبعا ممكن على اي حاجه عندك، ايد معلقه، مثلا اي حاجه طويله كده ورفيعه بتعمليها بالشكل ده. هخلص كل الكميه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا كميه محترمه زي ما قلت في اول الفيديو. وبعدين الصلصه او التشريبه دي، وبخلص الدهان كله، وبعدين بغطيها بورقه فويل كويس قوي. ويكون الفرن بتاعي مسخناه قبلها من 10 ل15 دقيقه، واحطه على ارضيه الفرن لمده 5 دقائق بس على اعلى درجه حراره. وبعدين برفعها على الشبكه اللي في النص، هتاخد معانا من 35 ل 40 دقيقه. وطبعا في الاخر بشيل الفويل وبفتح عليها الشوايه تاخد لون. ودي الكفته بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، ما شاء الله لونها حلو جدا. بس ملحوظه مهمه، قلت لكم بعد ما نسيبها 5 دقايق على ارضيه الفرن من تحت خالص على درجه حراره اعلى حاجه. لما بطلعها الشبكه بنقص درجه الحراره لدرجه 200 عشان تستوي براحتها وما تنشفش مننا. طبعا حطيت كده فحميه، لو مش حابين براحتكم، بس انا حطيت فحميه وعليها نقطة زيت، وغطيت طبعا كويس عشان تاخد بس ريحة الفحم وتبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الدهن اللي احنا حطيناه او حاجة زي ما انتوا شايفين كده ساب تاني في الصينية، فبنشيله مفيش مشكلة خالص، بس هي بتحافظ على طراوة الكفتة وهي بتستوي. طبعا الكفته ما شاء الله زي ما انتم شايفين طريه جدا في ايديا، حجم حلو قوي بكميه كويسه ومناسبه. طعم مش هقول لكم فوق الروعه، شايفين كده مستويه طبعا وطريه جدا، ومفيش اثر اصلا للبرغل اللي احنا حطيناه لان هو منقوع كويس قوي. وطبعا قدمناها مع رز بسمتي وسلطه الدقوس، حاجه تحفه جميله جدا. طبعا تنفع في اي عزومات لان بتزود الكميه بتاعتنا. شايفين كده؟ جربوا الوصفة ان شاء الله، استحالة تندموا. وبألف هنا حبايبي اللي هيجرب الطريقة بتاعتنا، والسلام عليكم.